على ذكر أن نجاة زوجته من حادث سير، يذكرون أن رجلا نطح زوجته ثور فماتت، يا حظه فماتت. فمر صديقه من غد ببيته فرأى الشارع مزدحم والناس طالعين داخلين إلى بيته، فقال يا أخي إيش اللي حاصل في بيت فلان؟ فدخل عنده في الزحمة وسلم عليه، قال يا أخي إيش اللي حاصل عندك اليوم؟ قال والله أمس زوجتي نطحها ثور فماتت. قال كل هؤلاء جاءوا يعزون؟ قال لا، هؤلاء جاءوا يشترون الثور. من أهم الأشياء. استغفر الله استغفر الله. طبعا لا يعني ان الواحد يروح يشتري ثور حتى ينطح امراته، لا، هناك طرق كثيرة للقتل غير النطح. لا والله، لا أوصيكم بالنساء خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا مثل ما ذكروا بعض الناس يحتال، ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد لهم مجلس يجلسون فيه، فأقبلت إليهم قالت أيها القوم، أنا امرأة زوجي غاب عني منذ 10 سنين ولم يطلقني ولم يخالعني فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق، بس أنا أدبر نفسي. فتكاسلوا، فقالت من يقوم معي وله 100 دينار، يجي بس يقف عند القاضي يقول إيه أنا زوجها تراك طالق فمان الله، شو يضرك و100 دينار. قام واحد منهم ملقوف كذا قال والله زين 100 دينار، يلا قام معها ودخلوا على القاضي. قال لها القاضي يا ما في طلاق؟ قالت أبد جبت زوجي أبشرك لقيناه، زوجي المفقود لقيناه. قال الحمد لله، يلا نخلصك الحين، أنت زوجها؟ قال نعم أنا زوجها. ليش غايب الله يهديك 10 سنين؟ قال والله تعرف ظروف الحياة وكذا غبت 10 سنين. معلش يا قاضي. قال يلا بتطلقها؟ قال إيه بطلقها. قال تبغى عوض تبغى مهر؟ قال ما أبغى ولا شيء، أبغى أفتك منها بس. قال يلا طلقها. فقال لها أنت طالق طالق طالق. فلما طلقها 3 قالت يا أيها القاضي. قال نعم. قالت إني أطالبه بنفقة 10 سنين. إن كيدكن عظيم، انتبه لا تلعب عليك حرمة. قالت إني أطالبه بنفقة 10 سنين. فقال كم نفقتك في الشهر؟ قالت نفقتي في الشهر 20 دينارا. يا الله تكفيني خبز وحليب الرجال حابسني على ذمته ما خلاني أترزق واتزوج. وبعدين يقولون فحكم لها القاضي ب5,000 دينار. فالرجال تورط، لا يقدر يقول ماني بزوجها ثم عاد يسجنه القاضي ويجلده يا كذاب، ولا يقدر يقول إيه أنا زوجها يقولون فاضطر وغرم لها 5,000 دينار. عطاها إياه. بعدين قالت له حتى لا نظلمك هذه 100 دينار. المرأة خايفة تظلمه مسكينة، تعرف حرام الظلم، فهي ما تبغى يطالبها يوم القيامة. قالت وعدتك ب100 دينار، هذه 100 دينار. عادة تكون الكفارة متوافقة مع الخطأ. يعني أنت الآن لما ولدك فرضا تعطيه حل الواجب، فيأتي إلى الورقة مثلا اللي أمرته يحلها جاء وعمل عليها إكس كذا بالقلم، أنت ستعاقبه عقوبة معينة، لكن لو جاء وشقق الكتاب كله ستكون العقوبة أكبر. والكفارة لو قال لك خلاص أؤمرني بشيء ولا تعاقبني، أؤمرني بشيء أفعلك كنوع من الكفارة، ستكون الكفارة أكبر كلما صار الخطأ أكثر. هذا في واحد يقولون شاب يعني غير ملتزم وعنده معاصي وعنده كذا، فكان يسوق السيارة فصدم هرة وماتت الهرة يعني، فذهب إلى إمام المسجد يسأله، قال يا شيخ أنا كنت أسوق السيارة وصدمت هرة وقطة يعني وماتت، إيش علي؟ طبعا هو ما عليه شيء يعني، خاصة إذا ما كان متعمد الإيذاء. فالإمام رأى هذا الشاب يعني شكله مدبر ولا عمره رآه في المسجد،
قال لا لا يا ولدي، لا 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 حول ولا قوة. صدمت قطو؟ قال نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة. هذا لا يكفرها إلا أنك تذهب إلى مكة وتجلس في الحرم أسبوع، تتعبد وتصلي مع الناس وتحضر الدروس وتستغفر حتى الله يغفر لك. هو يقصد أنك تبتعد عن أصحابك اللي هنا وتذهب الحرم، يمكن تهتدي. فالولد ركب يعني إلى الطريق وراح وجلس في الحرم. في اليوم الثالث أو الرابع تعرف على شاب، فهو يتحدثون مع بعض. فالشاب هذا أبو أسبوع يسأل هذاك، قال له كم صار لك جالس في الحرم؟ أنا صار لي الآن 4 أيام باقي لي 3 أيام. أنت كم صار لك في الحرم؟ قال أنا صار لي شهر. قال أوه ليش أنت صادم فيل؟ يظن أن كل اللي في الحرم هذولي مسوين حوادث، اللي صادم قطو واللي صادم. قال ليش أنت صادم فيل؟ فالعقوبة المفترض أنها تكون متوافقة مع الذنب، يعني مع الخطأ اللي يحصل. دخلت مرة على طلابي وكنت أدرسهم مادة ثقافة إسلامية في الكلية، أظنهم كانوا سنة ثاني. فأردت أن أختبر معلوماتهم يعني الشرعية. أول مرة أدخل عليه قاعة، أول مرة أدرسهم في أول الفصل، أردت أن أختبر معلوماتهم الشرعية. فقلت لهم يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم يا شيخ احنا في كلية، احنا جامعيون. قلت أدري أنك جامعي، لكنها أجب أعطني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الأول يده قال يا شيخ. قلت نعم. قال خديجة. قلت ممتاز بيض الله وجهك، خديجة. ها وأنا أعد بيدي. قلت ها من يعرف أيضا؟ قال الثاني يا شيخ يا شيخ. قلت نعم. قال عائشة. قلت ممتاز عائشة. ها يا شباب. بين يدي 40 طالبا وتوقفت الأيدي، ما في أيدي ترفع. قلت يا شباب كيف هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما تستحون على وجوهكم؟ أنتم ما تتقون الله؟ الآن نحن نسب الدنماركيين لما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورسموه بصور قبيحة، ونقول لو عرفوا سيرته لما فعلوا ذلك. أنتم الآن أبناء الإسلام ما تعرفون سيرة نبيكم ولا تعرفون أسماء زوجاته. فلما رأوا غضبي رفع أحدهم يده، والله كأني أنظر إليه جالس على يسار. قال يا دكتور يا دكتور. قلت نعم. قال آمنة. قلت آمنة. قال لي آمنة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت آمنة هذه أمه، الله يخليك لأمك. فسكت وخفض رأسه. ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فرفع آخر يده قال يا دكتور. قلت نعم. قال فاطمة. والله هذا اللي حصل. قال فاطمة. قلت أنت يعني تمزح؟ قال ليش أمزح يا شيخ؟ خلاص كملنا لك 4. الغبي فاهم أن آمنة أني حسبتها معهم. قال كملنا لك 4. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا إلى الآن ما ذكرنا إلا خديجة وعائشة. تقول لي فاطمة؟ يا أخي هذه ابنته، أنتم ما تعرفون زوجات نبيكم عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة بالكات وبالتقريب لهم، أول حرف زاي والثاني ياء والثالث نون. يلا إيش الحرف الرابع؟ أول حرف سين والثاني واو والثالث دال. إيش الحرف الرابع؟ جعلت أقرب لهم أشد التقريب. ثم قلت طيب أعطوني أسماء 4 من فريق، وجعلت أتذكر فريق يعني قلت يمكن الأفرقة السعودية يتقنونها، أو يعني بعض الأفرقة المشهورة. أعطوني يا شباب 4 من فريق البرازيل. فترافعت الأيدي، وأسماء أعجمية يعني ليست أسماء سهلة، عائشة خديجة حفصة سودة زينب صفية أم سلمة، لا أسماء أعجمية، كاتا بيرو توتو. وأعطوني 15 اسم. قلت اللي أعرف يا شباب أنهم 11. قالوا لا احنا عطيناك إياه مع الاحتياط، حتى اللي ما يلعبون حافظين اسماءهم. والعجيب أنهم كانوا يقولون الاسم فأحسب معهم، بمعنى أنهم يقولون مثلا عائشة أقول عائشة، خديجة. فلما جاءت أسماء فريق البرازيل وبدأوا يعدون الأسماء، أخذوا يعدون الاسم فيقولون مثلا كاتا مثلا. أنا ما أدري هل هو كاتا أو الاسم خطأ عندي، فأقول أنا كيتو
فيقولون يا شيخ ما تعرفه، كاتا الله يهديك كاتا. يعني ينتقدون علي أني لا أعرف اسمه وهم لم يعرفوا زوجات نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تعجب أننا نكرر سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرا. لا تعجب أنك تسمع في خطب جمعة متعددة الكلام مثلا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة الهجرة، لأنه لا يزال كثير من الناس ما يعرفونها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.